السلام عليكم ورحمة الله. من ينقذ اليمن من طاحونة الحرب؟ الحقيقة لا أحد أحق بصناعة مستقبل اليمن إلا أبناؤه. فمتى يدرك اليمنيون أنهم من سيدفعون الثمن لاستمرار هذا الصراع؟ اليمن بحاجة إلى مشروع يمني خالص يقوم على المصالحة والعدالة والإنصاف، لا على منطق القوة والغلبة. اليمن بحاجة إلى شخصيات وطنية نزيهة تملك رؤية استراتيجية للحل، تحمل مشروعا وطنيا خالصا من أجل اليمن فقط. شخصيات لم تتلوث بالفساد ولم تشارك بالأعمال المسلحة، شخصيات تحظى بقبول من جميع الأطراف، قريبة من هموم الشعب. هذه الشخصيات موجودة في الداخل اليمني والخارج، لكنها تحتاج إلى الشجاعة وإلى الإقدام وإلى التضحية من أجل إنقاذ اليمن من الخراب والدمار والتمزق. المواجهة إذا تمت بين الأطراف اليمنية ستكون مؤلمة للجميع، والضرر الأكبر سوف يلحق باليمن والشعب اليمني. الشعب اليمني برجاله ونسائه ونخبه الفكرية والسياسية والقبلية عليهم جميعا أن يرفعوا أصواتهم عاليا حتى تصل إلى عنان السماء. نريد سلاما يحقن دماء اليمنيين ويبني الدولة الوطنية العادلة التي تتسع للجميع وتحقق الأمن والاستقرار والرخاء للشعب اليمني. أخيرا، سبب الأزمة اليمنية هم ضعفاء النفوس، عشاق المال والسلطة من جميع الأطراف، الذين يبيعون كل شيء من أجل مصالحهم الشخصية، حتى الوطن والشعب والسيادة. من يفضح هؤلاء هو الإعلام الوطني الحر الذي يصنع وعيا جديدا ويدعو إلى التقارب والسلام والمصالحة ورفض لغة الكراهية والحروب. وعلى المجتمع الدولي أن يدعم جهود السلام في اليمن، ولكن دون أن يفرض حلولا جاهزة قد لا تتناسب مع الواقع اليمني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.